منير خلي ثنية منير خلي ثنية أخوك عبد القادر. شكرا الله لك. شكرا الله لك. شيخ الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي يبارك فيك. عليكم السلام. سنة ولا 53 سنة ثم خرج يقول الآن فهمتكم. أنا في تونس شعب ولكنه إذا قام ما أفلته. كنت على الهواء في حلقة أظن كانت في قناة إقرأ، واتصلت بي امرأة مداخلة على الهواء من تونس تبكي وتستجير أغيثونا، وأول مرة يأتيني استدعاء من الخارجية، فإذا بهم يقولون ويبدون خطابا لا يستطيع أن يدخل إليها. فلما سقط هذا الطاغية اتصل بي هذا الرجل وقال لي أنا فلان، أتذكر يوم أن قلت كذا كذا؟ قلت له نعم. قال الآن تدخل تونس وهو خارجها لا يستطيع أن يدخلها، والآن أنا في تونس وهو خارج. مرت الأيام، هذا كان عام 2002 تقريبا. في عام 2005 كنت في طائرة مصرية وحطت ترانزيت في مطار تونس، فإذا الطائرة تحاصر بالجيش والقوات. الطيار قال لي ماذا فعلت؟ أخبروني أنك ممنوع من النزول من الطائرة. قلت والله يا أخي أنا لو أعرف أنك تعمل ترانزيت في هذه الأرض ويحكمها هذا الرجل ما ركبت هذه الطائرة. وظللت محاصرا في الطائرة 6 ساعات حتى أقلعت الطائرة، وشاء الله عز وجل أن ينزع منه الملك ويؤتيني هذا الملك الذي أنا فيه. هذا ملك لا أريد أكثر منه، والله ثم والله ثم والله لو عرضوا أموال الدنيا ومناصب الدنيا حتى يقايدوني بما أنا فيه الآن ما قبلت. هذه الوجوه التي أحبها في الله والتي تحبني في الله كم تساوي؟ والله لا تساوي مال الدنيا أبدا. قل اللهم مالك الملك تنزع الملك ممن تشاء نزع منه. وأقول أيها الأحباب، هذه ثورة صنعها الله يدبر في ملكه أمرا. هذا الأمر أراه قريبا قريبا جدا والله. ستذكرون ما أقول لكم إن شاء الله. المغرب من له الأغلبية ومن له الحكم اليوم؟ تونس، ليبيا، مصر. هل تعلمون كم حصل الإسلاميون من البرلمان في مصر؟
69.7%. واليمن خلاص أرى إن شاء الله قريبا كده أذهب ببصري بعيدا وأرى الولايات المتحدة العربية إن شاء الله، الولايات المتحدة الإسلامية ستكون قريبا جدا. لن يكون بيننا حدود، لن نحمل باسبور مصري وباسبور تونسي وباسبور مغربي وجزائري، سنحمل باسبورا واحدا ونتحرك به. يمكن أحدكم أن يركب البسكليتة ويخرج من تونس إلى القاهرة إن شاء الله. وإذا أحدكم فعل هذا وأنا حي يمر علي يتناول الغداء إن شاء الله. والله ثم والله ثم والله إن شاء الله وبإذن الله ووقت ما يريد الله ستكون الولايات المتحدة العربية. هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقوم الساعة حتى تعود خلافة راشدة على منهاج النبوة. من يصدق النبي؟ كلنا نصدقه وكلنا ننتظر هذا اليوم. وبدأت البشائر. أليست هذه هي البشائر؟ من كان يتصور أو يتخيل أن في مصر، لن نتحدث عن تونس، أن في مصر رئيس البرلمان المصري من الإخوان المسلمين؟ الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. والوكيل النائب له من السلفيين. أنحن في يقظة أم في منام؟ إن شاء الله في يقظة. أقول لكم والله يوم عقد البرلمان المصري يعني دعيت للحضور فرفضت. جلست أشاهد الجلسة أمام الشاشة في البيت. ما صدقت أن يعني هذا حلم أم علم. لبست ثيابي وأخذت السيارة وذهبت إلى مقر البرلمان لأتأكد أني في حلم، وأن هؤلاء الذين كانوا معنا في السجون والمعتقلات أصبحوا نوابا في البرلمان، من السجون إلى قبة البرلمان. والله هذا يعني سيكون وستكون الولايات المتحدة العربية. سيكون لنا رئيسا واحدا. تونس ستكون ولاية من الولايات. مصر ستكون ولاية. هل الولايات المتحدة الأمريكية أفضل منا؟ لا والله لا. كانوا 50 دولة، كانوا 50 دولة وتوحدوا وأصبحوا دولة واحدة لهم رئيس واحد. نحن سنكون إن شاء الله دولة واحدة لنا رئيس واحد يحكمنا. ممكن يكون تونسي، ممكن يكون مصري، لا يعنينا. المهم أنه مسلم يحكمنا بشرع الله. الله أكبر. ينظر إلى السحابة يخاطبها كما كان يفعل هارون الرشيد: شرقي أو غربي أينما أمطرت سيأتيني خراجك. ولن يكون دكتاتورا، لن يكون مستبدا. لن نستبدل الدكتاتورية الاستبدادية بالدكتاتورية الإسلامية أبدا. سيكون حرا يحبنا ونحبه، يجلس خليفة لنا فترة ثم يقول أشكركم فليأتي غيري. هل تتصوروا أنه سيكون عندنا الخليفة السابق؟ نعم سيكون. هل تتصوروا أنه يمكن أن تجلسوا هذا المجلس وتستمعوا إلى درس من خليفة؟ ستكون عاصمة الخلافة ليست مكة ولا المدينة، ستكون القدس إن شاء الله. وتاني مرة في التاريخ
تكون القدس عاصمة للمسلمين. أول مرة في التاريخ كانت القدس عاصمة للمسلمين في عهد نبي الله داود وسليمان. داود وسليمان كانوا مسلمين. المرة الثانية هذه الأيام إن شاء الله. وقديما قبل الثورة كنت أقول لا يهم من يحرر المسجد الأقصى، يمكن أن يكون أبناؤنا أو أبناء أبنائنا أو أبناء أبنائنا، لكن المهم أنه سيتحرر. أقول لكم أيها الأحباب بعد هذه الثورات إن شاء الله نحن الذين سنحرر المسجد الأقصى إن شاء الله. نحن الذين سنحرر المسجد الأقصى، ليس أبناؤنا. نحن لن نصبر حتى يكبر الأطفال ويحرروا المسجد الأقصى، نحن الذين سنحرره إن شاء الله. القضية الآن أيها الأحباب، والسؤال الذي يجب أن نسأل أنفسنا جميعا هذا السؤال: ماذا نحن قدمنا لبلادنا حتى اليوم؟ وما المتحدة العربية أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ طيب لا مشاحة في الاصطلاح يا أخي، لا مشاحة في الاصطلاح. الولايات المتحدة العربية، أظن الناصريين يفرحوا، مش كده؟ طيب ماذا نحن قدمنا لبلادنا وماذا سنقدم حتى تكون الولايات المتحدة العربية؟ هذا هو السؤال المهم الذي يجب أن نسأل أنفسنا جميعا. هذا السؤال ليس السؤال الذي يدور في الأذهان والجميع الآن يقتتلون عليه: هل ما فعلناه خروج على الحاكم ولا ليس خروجا على الحاكم؟ هل يسأل هذا السؤال عندكم؟ كثيرا. ما زال يسأل عندنا 28 يناير. كلما أتذكر مصطفى أتذكر آخر كلمة سمعتها منه قبل موته بشهرين تقريبا، لما قلت له روح وابعت لك، قال لي يا دكتور الله أعلم العمر فيه بقية ولا لا، بس خلي بالك يا دكتور، دي تاني مرة أجيلك، لو أنا مت من غير ما تديني الإجازة وربنا حاسبني على القراءة الغلط بتاعتي، أنا هقول له إن أنت ما رضيتش تديني الإجازة وتصحح لي قراءتي. لما علمت بموته بكيت وارتعدت فرائسي خوفا أن أقف أنا ومصطفى بين يدي الله فيشتكيني مصطفى إلى الله ويقول له لم يعطيني الإجازة. حتى وقفت يوما بين يدي شيخ من شيوخي فقلت له ورويت له القصة فتبسم وقال لي فاتك من العلم الكثير. يقول لي أنا تفكرني عالم شيخي، يقول لي فاتك من العلم الكثير. مات بكت عليه الأرض وبكت عليه السماء وتكلم: يا ربنا لما حرمتنا من طيب ريحه؟ يا ربنا
لما حرمتنا من طيب ريحك. هذا الرجل الصالح. والرجل الفاسد كلما أفسد بكت السماء والأرض: يا ربنا ألا ترحنا منة معصيته. فإذا مات استبشرت السماء والأرض وحمدت الله: الحمد لله الذي أخذه وأراحنا من ثقل معصيته. أنت مين؟ أنت من في هؤلاء؟ هل أنت تبكي عليك السماء والأرض لأنها حرمت من طيب ريحك؟ أم أنت تبكي السماء والأرض وأنت حي عليها من نتن المعصية وتستبشر وتفرح بموتك لأن الله أراحها منك؟ لابد أن نسأل أنفسنا هذا السؤال. ده القضية الأكبر بقى: ومن أظلم ممن أضله الله على علم. العلم هنا ولو آية من القرآن الكريم علمتها، مش هقول ولم تعلم ولم تعمل بها، لا، علمتها وعملت ضدها، عملت عكسها، خالفتها. فلما يكون كده الأخ يعني بسم الله ما شاء الله، يعني في هديه وفي سمته وفي وجهه معروف، يقول ده راجل أخ، راجل مش بيسموه أخ برضه هنا؟ أخ رفيق، أخ ولا أخ منك؟ عارفين أخ منك دي لفظ استغاثة. رجل ملتزم. وخلوا بالكم، لو اتنين ماشيين مع بعض، اتنين شباب كده ماشيين مع بعض، واحد خنافس. عارفين الخنافس؟ مش عارفين الخنفس؟ واحد يعني متفرنس، لا بيصلي ولا بيصوم ولا اي حاجه، واسمه محمد، ده اسمه خنفس. وواحد ملتحي كده وعلامة الصلاة في وجهه ولابس توب كده جميل ويعني وماسك مثلا سبحة ولا لابس الساعة في ايده اليمين، شكله كده اسلامي. الاثنين ماشيين مع بعض. هما الاثنين ماشيين كده، قابلتهم واحدة جميلة يعني من أجمل ما يكون. بالمصري مسلم. يقول لك تحل من على حبل المشنقة. هما الاثنين جم بصوا لها. هما الاثنين، الناس اللي قاعدين هيقولوا ايه؟ شوف يا عم، شوف عم الشيخ بيبص لها ازاي. طب ما اتكلمتش على الخنفس اللي جنبه ليه؟ لا، ما حدش هيعود عليه، رغم ان هما الاثنين ارتكبوا نفس المعصيه. لكن هل هينظروا اليه؟ تلاقي واحد لحيته قد كده وقاعد يشرب سيجاره، وماشي جنبه واحد من غير لحيه بيشرب سيجاره، الناس هتعيد على مين؟ ويقول لك اتفضل ادي الاسلام. ما هو التاني مسلم برضه، لكن انت اسأت الى الاسلام، فاياك ان يساء الى الاسلام بسببك. يبقى الشيء الاول، العقبة الاولى في طريق الولايات المتحدة العربية الفرقة بيننا نحن كإسلاميين. والأمر الثاني أن نسيء إحنا كإسلاميين إلى الإسلام. استنوا كده شوفوا وزير من وزراء النهضة
ولا وزير من وزراء الإسلاميين، ربنا يحفظهم جميعا، لو سرق ايه اللي هيجري؟ الإعلام هيعمل ايه؟ الصحافة والفضائية، ده عارفين الفضائيات بتاعت مصر هتتكلم عن الإسلام اللي سرق في تونس. ما هيصدقوا، ما هيصدقوا. فإياك أن يساء إلى الإسلام بسببك. يعني لا أريد أن أطيل عليكم، ويعني إن شاء الله إذا قدر الله عز وجل لنا أن نلتقي يعني مرة أخرى، يعني أحب أن أتكلم في موضوع نسميه أدب الخلاف. أدب الخلاف، كيف يكون بيننا وكيف نتأدب بهذا الأدب. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور وعلى حسن الاستقبال. ويعني أقول مرة أخرى، هذه ثورة صنعها الله، وإننا على الحق بإذن الله، وإن الله عز وجل ممكن لدينه، وإن الله عز وجل آذن لشرع الله عز وجل أن يعود ويحكم الأرض. ويعني إن شاء الله لن يكون على أرض تونس إلا ما يرضي الله عز وجل. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمع اللي يستنفخ يخليه، نشوفوا اللي يستنفخوه. نفسه ان شاء الله نفسه شويه. يديكم خلي شويه، خلي تعدى يديك، خلي شويه يديك، نفسه شويه.